خبر مؤسف جدا، 8 جامعات من الجامعات العريقة تم إدراجها ضمن العلم الأحمر، وهذه معناها أنه هذه الجامعات ما بها نزاهة ولا بها أمانة بالبحوث العلمية. حياكم الله وإليكم التفاصيل. 8 جامعات تم إدراجها بالعلم الأحمر. المشكلة من راح تسمعون الجامعات، يعني والله عظيمة هذه الجامعات وأسمائها الرنانة وعراقتها تندرج ضمن العلم الأحمر. الجامعات هي كلية المستقبل الجامعة، جامعة الكوفة، جامعة بابل، جامعة البصرة، جامعة الموصل، الجامعة المستنصرية، الجامعة التكنولوجية، وجامعة بغداد. مو جريمة هذه الجامعات اللي صار لها سنين وعريقة تندرج ضمن العلم الأحمر بعدم الأمانة العلمية والنزاهة؟ وزير التعليم بدوره بعد هذه الكارثة يقول شكلت لجنة تحقيقية لبحث هذا الموضوع. من نحكي ونقول اكو سوء اداره وسوء تخطيط، يجيك الهمجي مع احترامي للسامع يهاجمك ويسبك ويشتمك، ومثل ما تدرون وهذا ذكرتها بالفيديوهات السابقه، 3/4 املاهم زفت، لانه هذا اهم شيء عنده يترس كرشه، واهم شيء عنده سلاح حامي وعنده تاج راس مخليه صنم لازم ما توصل يمه. هذه كل طموحاته بالحياه، ما ينظر للعلم، ما ينظر للتكنولوجيا، ما ينظر للتطور، ما عنده هذه الاهداف وتفكيره سطحي، فمن حقه انه يهاجمك لانه هذه الامور ولا يفكر بها ولا يسلط عليها الضوء. وفوق هذا يتهمك انت ضد العراق، من تنتقد نقد بناء وتريد الامور تمشي بالمسار الصحيح. وفي الختام شاركونا آراءكم وفي امان الله.